هو فعلا ما غاديش نشكر لك نجم الشعبي، هو لقى استحسان كبير، لقى مشاهدات كبيره. ما كرهتوش يطول، ان كيف لاحظتي انت شتي الشباب اللي داز تعطاتو فرصه. اولا انه داز في التلفزيون، تعرفوا عليه الناس، انت تشوفهم اليوم التصاور ديالهم في الامارات، التصاور ديالهم في فرنسا، في المهرجانات، في السهرات، بعد ما هاد الاسماء ما كانوش باينين. ثانيا ما تنساش بلا ما برنامج النجم الشعبي فتعطاو لان كانت الناس ما كتعرفش واحد المساله، ان الاغنيه الشعبيه راه عندها قواعد كتمشي عليها. كيسحبوا الاغنيه الشعبيه جيب هي فم وقول، واللي رشقات ليه على شي حاجه يقولها. فمن خلال هذاك البرنامج حاولنا اننا نبينوا نرسموا للناس ان راه الاغنيه الشعبيه حتى هي عندها قواعد وعندها مصطلحات خاصه علاش كتمشي، وعندها واحد الشيء ما علاش كتمشي، باش كتعطينا ديك الجماليه وديك الرونقه ديال الاغنيه الشعبيه اللي كنت كتستلطفها في ودنك، ما كتجيكش خشينه. الحاجه اللي كتكون عن دراسه وعن قواعد كتلقى فيها متعه، الحاجه اللي كتكون عشوائيه راه ما غاديش تعجب الناس. الدراسه ديال العيطه هي المشكل ديالها هي ان ما كتعطاش بالدراسه، هي قوتها انها كتخاد بالودن فقط. العيطه كتخاد بالودن، ما كتكتبش باش تحفظها، ما كتنوطاش. وغادي نجيبو احسن العازفين غتقول لي كتب لي هاد العيطه. ان باللغه الموسيقيه كاين واحد الربع تما عند العازفين ما كيتقنوه الا صحاب العيطه. فمن غادي تجيب النوطه وهذا ما غاديش تعطيك هذيك الحلاوه ديال العزف اللي غادي يغني داك الشيخ بديك الطريقه. شوف، احنا اللي كنا كنطمحوا ليه هو ان الشباب يعانق تراث بلادهم ويعرف اش كاين في تراث بلادهم. فمسموح ليه يغني العيطه باتقان، ما يغيرش المتون العيطيه، ما يغيرش الالحان، ما يزيدش في الهياكل الايقاعيه. احنا كنعرفوا هذاك الهياكل ديالهم معقده، الى ضبطها الله يعاونو. كاينين، لا كاينين بزاف، ما نقدرش نقول لك لان كاينين بزاف ديال الشباب اليوم كيغنيوها. كاين عبد السلام ولد علو، كاين واحد الولد جميل تا هو في الكمانجه كيقلد، تيقولوا ليه وليد، سميتو كيعزف وكيغني بحال ولد البوعزاوي. كاين واحد الولد تيقول لي حمزه. كاين بزاف ديال الشباب، ولكن كل واحد عنده تخصص. هذا عنده العبدي، هذا عنده البيضاوي، هذا عنده الزعري، هذا هي حتى كاينين شي 9 ديال الانماط، ماشي غير نمط واحد اللي كاين. غادي ان شاء الله نعطيو احسن ما عندنا، وان شاء الله نطلبوا من الله اننا نتوفقوا في داك الشيء اللي كينتظروه.